المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء أحد أكبر المؤسسات السجنية بالمغرب بطاقة استيعابية مهمة وتنوع في الشرائح الاجتماعية المقيمة به. النساء المرافقات لأطفالهن الصغار أصبح لهن فضاء خاص داخل السجن، فضاء مستقل بإمكانية تستجيب لحاجية الأطفال صغار السن. هنا كاينه واحد الرعايه جد مميزه والغرف جميله، يعني بحيث بان الام ولا الرضيع ديالها او مثلا لو كان طفل ما غاديش يحس راسو بانه في مؤسسه سجنيه. مرتاحين، كاين اتساع، كاين نقل الدراري، مرتاحين بزاف. ما عايشه بخير اللهم لك الحمد، كلشي موجود حتى خير ما خصنا الحمد لله. كنعس انا وبنتي في ناموسيه وحده، دابا ولات الكونه ديال الدريه بوحدها وانا بوحدي، ماشي مشكل، مابقيتش كنخاف حتى الا نعست وليت كنعس على خاطري. دار الأمهات بالمركب السجن عكاشة تجربة تسعى إلى ضمان حقوق الأطفال المقيمين مع أمهاتهم من خلال توفير المتطلبات الأولية في العيش الكريم والمراقبة الصحية. فهذا الفضاء يتوفر على تجهيزات للمراقبة الطبية ومتابعة المقيمين. هاد دار الأم كتوفر لهم كذلك تكوين في بعض المهن اللي غادي تساعدهم على الولوج لسوق الشغل من بعد الإفراج عنهم. المؤسسة كتطمح في البرنامج ديالها على أساس أنها توسع هذه التجربة اللي هي تجربة أولى هنا في الدار البيضاء، وتحاول تعممها على جميع المؤسسات السجنية فيما يخص المراكز اللي كتأوي السيدات المرفقات خاصة بالأطفال ديالهم. إقامة دار خاصة بالأمهات تنضاف إلى تجربة فتح إمكانية لتكوين النزيلات في حرف عديدة، وهي مهن تفتح لهن آفاقا لبداية حياة جديدة بعد مغادرة أسوار هذه المؤسسة.